السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أمير حمادة مع تيشر فور أمريكان دبلومة. النهارده بنتكلم على حاجة مهمة وهي الماتشنج والسوبر ماتشنج وإيه الفرق ما بينهم. أي طلبة بتخش سواء كانت بتخش جريد 11 أو بتخش جريد 12 وكان نفسها تسأل على السؤال دوت. الماتشنج ده بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن إن حضرتك أوريدي شغال في سيستم وليكن سيستم الإي اس تي، فبتختار أعلى درجة في الماث في السيستم دوت وأعلى درجة في الإنجليش. بالظبط أنت لما يخش محاولات كتير زي مثلا بتلاقي نفسك أنت بتخش ماث وإنجليش، فبتلاقي ممكن في بعض المحاولات تلاقي الماث فيه هو السهل والانجليش هو اللي صعب. طب وفي بعض المحاولات بتحصل العكس، بتلاقي ان الماث هو اللي صعب والانجليش هو اللي سهل. طب نعمل ايه في الشكل دوت؟ اول حاجه احنا بنعملها بنختار اعلى درجه في المحاولات كلها الخاصه بالماث. تروح انت ماسك واعلى محاوله او اعلى درجه في الماده بتاعت الانجليش في المحاولات كلها. ممكن تكون في محاوله ثانيه مختلفه، ممكن انت بتمتحن في اكتوبر لقيت الماث فيه درجته حلوه اعلى من اي محاوله، ولقيت مثلا في امتحان في براوري مثلا لقيت الدرجه مثلا في الانجليش حلو والماث هو اللي قليل، فساعتها بناخد من ده واخد من ده.